السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ نبتدي الفيديو بتاعنا زي ما احنا متعودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة معانا تفريز تاني لشهر رمضان، وفي نفس الوقت طريقة جديدة لتقطيع الكرنب. في ناس بتبقى محتارة في تقطيع الكرنب أو بتبقى ناعية الهم، يعني بتبقى صعب عليها شوية تقطيع الكرنب. احنا معانا كرنباية نضفناها من الخضار اللي فيها، وهنبتدي نقطعها دلوقتي. بصوا، احنا بنقطعها كده، بنوسع الاول للطبقات اللي فوق بالراحه كده، واحده واحده، ما فيهاش صعوبه يعني. ونبتدي نطلع زي هما بيقولوا عليها ايه بقى، الحته اللي فوق دي العروسه ولا بيقولوا عليها ايه، ايا كان يعني مش هتفرق. بنشيل الحته اللي فوق دي ونبتدي نفرغ كده الكرنبايه. ما قلتوليش رايكم في الفيديو بتاع امبارح، هستنى تعليق. بصوا يا حبايبي، احنا طلعنا كده الفراغات الكبيره منها. بصوا، طلعنا قلب الكرنبايه. معانا ميه مغليه هنحط عليها ربع معلقه سكر، نص معلقه ملح، وربع معلقه كمون. الكمون دوت عشان ما يعملش ريحه للكرنب بعد ما تسلقيه وتخلصي، وفي نفس الوقت وانتي بتاكليه ما يعملكيش انتفاخ. بصوا، دي بقى الحته اللي في النص هنبتدي نسلقها الاول واحده واحده كده. هنحطها هتبتدي تدبل معانا، هنديرها واحده واحده بالراحه خالص. هو المطبخ عامة، وقوف المطبخ عامة بيبقى عايز ثقة في النفس، يعني وانتي واقفة ما تخافيش. بصوا اهي، مسافة ما المية تطولها. بص، انا بنطلعها على طول لان ده كرنب احنا هنفرزه، فما بيبقاش محتاج ان هو يتسلق كتير عشان ما يتهراش منك لما تيجي تعمليه. بصوا هي بتفرغ لوحدها ازاي وبتطلع. احنا كده خلصنا الحتة اللي في النص عملناها، وبنبتدي نعمل الورق الكبير اللي احنا طلعناه في الاول. يا دوب بس يشم النار كده وبنطلعه، عشان لما تيجي تعملي المحشي بعد كده بتبقى الورقه ماسكه نفسها، ما تبقاش مهريه، ما تنهرش منك. احنا خلصنا كده وسيبناه يبرد، اتصفى ويبرد، وهنقعد بقى هنجيب حاجتنا ونقعد. هنفرش مفرش كده. طبعا الورق كله مش زي بعضه، في كبير وفي صغير، فاحنا هنقعد كده نرتبه، الكبير مع بعضه والوسط مع بعضه والصغير مع بعض، بحيث ان وانت بتقطعي الكرنب يتساوى كله مع بعضه، ما يبقاش حته كبيره وحته صغيره، ما تبقاش في ورقه ممكن تقطعي الورق انت مع واحده كبيره مع واحده صغيره، ما تنفعش تتلف اصلا محشي. بس اهم حاجه نسمي بالله كده، ونصفي نيتنا واحنا بنعمل اي حاجه، وربنا يبارك ان شاء الله. بصوا احنا كده خلصنا، وزعنا الكرنبايه اللي احنا جبناه. هنسمي الله ونبتدي بقى ايه، ناخد ايه كل حبه مع بعضيهم كده. بصوا زي ما انتم شايفين اهي، الكبير والوسط والصغير لوحده، عشان الورقه تطلع معاكي حلوه. بص اهي، هنيجي بقى نقطع من عند الجدر كده. بصوا حبايبي اهي، بصوا طلعنا الفروع اللي هي التخينه ديت، وهنبتدي نسوي ورق الكرنب من تحت كده واحده واحده خالص، ونبتدي نقطعها بقى التقطيعه اللي انت عايزاها. بصوا، ورقه كبيره ورقه صغيره حسب لفتك انت، بس انا عامه الورق الوسط يعني بيبقى حلو في لف المحشي. عايزه تقطعي التقسيمه دي على 3 ماشي، تقطعيها على 4 برضو ماشي، ترجع لك انت. بس اللي انا عملتها دي المناسبه يعني لكله، تبقى الورقه محمله كده وتاخد معاكي الرز. بصوا اهي، اهو بصوا بكل سهوله. خلصنا كده اول حاجه، هنبتدي ناخدهم كلهم واحده واحده كده اهي. بصوا بنسويها كده، وبنبتدي نقطع الجدر الناشف ده منها اهي مره واحده. ما تنسوش اللايك والتعليق الحلو. التعليقات الحلوه بتاعتكم بتفتح نفسي ان انا نعمل فيديوهات.
اهي بصوا بتطلع معانا سهله اهيت. بصوا يا حبايبي، بصوا الورقه جميله ومظبوطه وحلوه محندقه كده. صبع المحشي معاكي يبقى جميل حلو وسط كده. احنا خلصنا تقطيعه الكرنب اهي، الكرنبايه اللي احنا جبناها ما شاء الله. بصوا طلعت معانا قد ايه وما بيهدرش بقى. الطريقه دي ما تهدرش معاكي ورق خالص، يا دوب انت بتطلعي الجدر بس اللي احنا طلعناه الناشف ده. بصوا اهو. حسيتي ان في ورقه مثلا كبيره شويه، ممكن انت تقطعيها على كده زي ما وريتكم كده، تقطعيها نصين. هنجيب الكيس التلاجة بتاعتنا ونبتدي نكيس. ما نحطش الاخضر كله مع بعضه او الابيض كله مع بعضه، ونوزع الورق بحيث ان حله المحشي تبقى كلها مطعمه، لا تبقى بيضه قوي ولا انا عن نفسي ما بحبهاش لا بيضه قوي ولا خضره قوي. بصوا اه. طبعا احنا في رمضان بنعمل ايه حاجات وسط كده، مش بنعمل حلل كبيره، هي طقه واحده جنب الاكل. هنكيسها على قد الاكله بتاعتك. في ساعات بيحب يعمل محشي كرنب جنبيه بدنجان جنبيه كوسه. انا دلوقتي انا قطعت الكرنبايه دي على 4 اكياس، ممكن انت تقطعيها على اكتر، على 6 لو انت مثلا هتعملي حاجه جنبها، هتعملي محشي تاني غير الورق الكرنب. انا عملتها 4 اكلات، جنب بانيه جنب فراخ مشويه جنب فراخ في الفرن. كل سنه وانتم طيبين. لو عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وكومنت حلو وشير.